اهلا وسهلا فيكم. وصفتنا لليوم شاورما اللحم. عندي هون ببلش، بدي اقطع اللحمة، لحمة عجل، لحمة بقرية او لحمة عجل. بحطها بالفريزر يعني تقريبا نص ساعة او ساعة. اللي بحبها تكون الافضل لاسهل للتقطيع انها تنحط بالفريزر، يعني تكون متماسكة شوي لحتى نقطعها هيك شرائح. وزنها تقريبا كيلو هذه اللحمة. نحاول نقطعها شرائح كتير كتير رقيقة لحتى تستوي معنا. يعني كل ما كانت السكينة حامية وماضية بتكون أفضل. هلأ لنقع اللحمة بحط هون تقريبا نص كاسة من اللبن الزبادي. هذه النقعة لازم نحطها للحمة لحتى تستوي كتير منيح. ومعلقتين خل، ونص حامضة عصير، نص حامضة، ونص كوب من الزيت، ومعلقة ونص صغيرة من الملح. وبنحط طبعا البهارات اللي هي زنجبيل، فلفل أسود، وقرفة، وهيل. وبنحط توم بودرة وبصل بودرة. راح اكتب لكم طبعا البهارات والمقادير كلها بصندوق الوصف. بنحركهم كتير منيح. هذه الخلطة بتخلي اللحمة بتدوب معنا وبتعطيها طعم نفس طعمة المحلات، بتكون ريحتها بتشهي. هلا بنحط اللحمة وبنحركها كتير منيح لحتى تمتزج مع الخليط. بعد ما نخلص طبعا بنغطيها وبنتركها، يعني قد ما بتقدروا تتركوها ساعتين 3 او يوم كامل حسب قديش معكم وقت. بنعمل هلا الطحنية. عندي 8 معالق من الطحنية، بنحط لهم نص معلقة من الملح، وعصير نص حامضة، والثوم. الثوم بنحط حبة او حبتين حسب شو بتحبوا الثوم. هون بنبشره وبنخلطها كتير منيح. هذه الطحنية كتير طيبة مع الشاورما. بنحركها، بنحط هون مية لحتى تصير تعطينا القوام المطلوب. بدنا نحط مية لحتى تصير قوامها هيك مثل يعني متماسكة وتكون سائلة شوي. هلا عنا هون البصل، عنا تقريبا بصلتين كبار، بحط لهم رشة ملح ومعلقة ونص من السماق. ونخلطهم كتير منيح بالايد، نضغط عليهم. وبعد ما جهزنا شغلات هدول الشاورما بدنا نبلش لنسوي اللحمة. هلا بنحط على النار قلاية بتكون حامية، بنحط عليها شوية من لية الخروف. هذه اختيارية ولكن بتعطيها طعمة طيبة جدا وريحة كتير زاكية للحمة، لية الخروف. وبنحط اللحمة طبعا على نار عالية، ما بنوطي النار. نحاول تكون النار طول وقت استواء اللحمة تكون عالية. وبنحط شوي شوي اللحمة، ما بنحطها مرة واحدة. بنحط كمية هيك بنتركها على جنب، بعدين بنحط باقي الكمية. ونحركها كتير منيح، بنقلبها على النار. طبعا هون الخلطة احنا اخدناها كلها. وهون طبعا راح تنزل شوية من النقع اللي نقعناها في المادة. بنقلبها كل وقت، كل فترة هيك، كل ما نفضل بنقلبها. يعني بتاخد تقريبا نص ساعة. ولما نشوفها بلشت تتحمر وتتقلى، خلاص هيك بنطفي النار عليها، بتكون جاهزة. وبعد ما تستوي اللحمة بنشيلها. وبالقلاية بنقلي شوية البصل، يعني تقريبا دقيقة. هذه المرحلة اختيارية، بس هيك الأفضل إنه البصل يتقلى شوي لحتى ياخد طعمة اللحمة ويدبل شوي معنا.
هلا بنجيب خبز الشراك، او اذا مش موجود خبز الشاورما، بنحط هون الطحينية. هون حجم السندويشة انا عملتها نص الشراك لانه حسب حجم القلاية اللي عندي. بنحط اللحمة، هاي طبعا الكمية اللي بتحطوها بالخبزة حسب الرغبة، قديش بتحبوا اللحمة. بنحط هون البصل، شايفين البصل عشان قليناه دبل واخد طعمة اللحمة، كتير طيب طلعت طعمته. وحسب شو بتحبوا مخللات، يعني هذه الإضافات اللي مع الشاورما حسب الرغبة، شو بتضيفوا شو بتحبوا. وبنلفها، هيك بنلفهم كلهم وبنفس المقلاية بنقليهم. وإذا كانت المقلاية ناشفة من الزيت بنحط لها معلقة كبيرة من الزيت. هون بنقلي الخبزة لحتى تاخد طعمة اللحمة، بنضغط عليها وبنقلبها وبنقليها من الجهتين، وبنكمل باقي الكمية نقليها كلها. هيك بنحاول قد ما نقدر نضغط عليها. وهيك الشاورما جاهزة معنا، يعني عطتني الكمية 11 لفة من الشاورما. ما شاء الله طلعت الكمية كتير ممتازة، طلعت بركة ما شاء الله. وبجد الريحة يعني أولادي لما أكلوها بيقولوا لي إنه أذكى من المحلات بكتير، طلعت كتير كتير طيبة وطعمتها بتشهي. قدمتها مع البطاطا المقلية والكاتشب والكولا، يعني شغلات زي هيك. وصحتين وعافية إن شاء الله، وأتمنى أن تكون وصفتي اليوم أعجبتكم، وإن شاء الله أراكم بوصفات جديدة بإذن الله. مع السلامة، باي باي.